السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي في قناة المتواضعة يوميات ست اخوات. زي ما انتوا شايفين كده أنا ملحت الزيتون الأخضر. كل سنة وانتوا طيبين. هو بيطلع بقى في الميعاد دهوت الموسم بتاعه. اللي عايز يملح شوية رمضان بيقعد لحد رمضان، وطبعا اللي بيتملح في البيت ده بيبقى أطعم وأحسن طبعا من اللي بتشتري من السوق جاهز. فرق كبير طبعا بين ده وده. أنا جبت نوعين اهمت، هنوريهم لكم وهنعملهم سوا مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم أوي. يلا بينا نسمي بسم الله كده. نجيبهم جزر ونبشروه، ربع كيلو جزر وكيلو ليمون. الليمون هنخرط قد ربع كيلو، وهنعصر شوية، نملى كوباية كده، كوباية شاي، وهنغلي مية أهم حاجة ونسيبها تبرد. نغلي مية ونسيبها تبرد عشان هي دي اللي هنملح فيها الليمون. نجيبهم بقى كام حزمة كرفس كده. أهم حاجة الكرفس، لو ما لقيتيش كرفس يبقى ما تملحيش دلوقتي، لازم تجيبي كرفس. هتجيبي برضو فلفل، انتوا شايفينه له أحمر وأخضر، والأفضل طبعا ان انت تجيبي اللي هو قرون طويلة ده، عشان ده اللي بيعيش، التاني بيضرب بسرعة. بعد ما بشرنا الجزر هنحضر بقى اي انواع بقى من برطمانات بلاستيك او ازاز اللي عندك. والافضل ان هو يبقى، لو انت عايزة تبقى يعني ايه، برطمانات كده صغيرة، عشان اللي انت ما فتحتوش يفضل يعني محتفظ ب يعني بنظافته وكده، يبقى الافضل. يعني عندك برطمان كبير ماشي. ادي الزيتون التفاحي ده احسن انواع الزيتون وافضلها. يعني انا جايبه الكيلو ب35. لو لقيتي واحده مثلا فيها ملونه كده على اسمر زي ده كده يبقى تطلعيها. الكيلو ب25 اللي هو فيه اسمر ده. تفاحي برضو، بس في الاسمر ده بيستوي بسرعه بقى، فما تملحيش ده مع ده في برطمان واحد، ده لوحده وده لوحده، وبيتملحوا بنفس الطريقه برضو. انا هنخرط الفلفل، طبعا الفلفل حراق، فتحاسبي طبعا لو انت عندك جوان تلبسيه او ما تلمسيش، يعني اللي قلب الفلفلة يعني، خرطها كده من بعيد. هنخرطها حتت صغيرة كده. لو عايزة تعمليها في الكبة تفرمي في الكبة نص فرمة كده ماشي بدل التخريطة. يعني هتمسكي الزيتون بقى وتعمليه تشقيه كده زي ما انا بنوريكي كده. لو عايزة تحطيه سليم حطيه سليم، يعني هي الحكاية ان دي بتسرع شوية في انه يشرب التتبيلة بسرعة، ولكن ما بيغيرش في الطعم ولا حاجة. هو زي ما انت عايزة تعمليه كده ماشي، عايزة تعمليه بالشوكة تخرميه كده بالشوكة ماشي، عايزة تتك عليه بإيدك ماشي، كلهم بيأدوا لنفس الغرض. هنحط كل المكونات على بعضها، الجزر على الفلفل على الكرفس، ومعلقتين كبار كده ملح. ما تخافيش من الملح، حطي معلقتين كبار هرميين كده. كل المكونات اللي بقولك عليها ديت بتاعت كيلو ليمون، بتاعت كيلو الزيتون. يعني ربع كيلو جزر وربع كيلو فلفل احمر على اخضر وربع كيلو ليمون. تخرطيه حلقات، لكن العصير بقى طبعا هتجيبي كيلو وتعصري منه الكمية اللي انت هتستخدميها. هنقلب كده الملح مع المكونات اللي انا عملتها ديت، وهنجيب البرطمان وهنبدأ نملح بقى. هناخد شوية من الزيتون
اهو طبعا انا يا دوب غسلت الزيتون، ما نقعتوش ولا حاجه، هو يا دوب غسلته بس. حطيت شويه كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين هنحط طبقه من الخليط اللي انا عاملاه ده، اهو نغطيه بيها الخلطه ديت. وانت بتاكلهم بتطلعي كده بالمعلقه، بتتاكل زيها زي الزيتون، بتبقى يعني طعمها جميل جدا. جزر طبعا انتوا بتحبوا الجزر، لو مش عايزه تبشري الجزر وعايزه تحطيه تخرطيه حتت صغيره عشان تعرفي تاكليه، ماشي. بنحط بقى برضو قد شريحتين 3 كده 4 في الطبقه اللي بعدها، وبعدين نحطهم زيتون. ما تكتريش زيتون، يعني الطبقه بتبقى خفيفه كده. وبعدين نحط الخلطه زي ما قلتلك. اهم حاجه الكرفس، هو اساس الطعم في الخلطه، في التخليل بتاع الزيتون. هنحط برضو طبقة ليمون، انا عاملة الشرايح رفيعة خالص. نحاول كده بعد ما نعمل كام طبقة ان انا نضغط، ما نكترش بقى نضغط كده الايه، اهو الطبقات على بعضها نضغط جامد، بحيث ان انا نلاقيها مفيش هوا قد كده جواه يعني. نحاول ايه نضغطه جامد، اه. وبعدين نحط طبقة تانية برضو من الخلطة. انا نسيت نقول لكم اللي انا حطيت فصوص توم في قلب الخلطة دي. بتجيبي توم وتقشريه وتخرطيه يا حلقات يا اما شرايح بالطول كده، وتقضي 5 6 فصوص كده او نص راس يعني، ماشي مش كتير. معلش انا نسيت نقول لكم دي. بتحطها في الخلطة دي برضو، تضغطي جامد كده على قد ما تقدري، اه. لقيتي فراغ تحطي برضو كده الزيتون، بحيث ان هو ايه يبقى مضغوط يعني مزنوق جوه جنب بعضه كده. نحط كده شرايح الليمون لو قدرت نحطها، ايوه كده في الجناب كده نحط. يبقى احنا حطينا شرايح توم، وحاطين ربع كيلو جزر مبشور، وحاطين ربع كيلو ليمون حلقات، وربع كيلو فلفل اخضر واحمر اللي موجود، وخلطناهم على بعض بمعلقتين كبار ملح. والكرفس طبعا اساسي اساسي اساسي، اوعي تنسي الكرفس. عملتهم اهو. انا عايزه اوريكم من تحت في عصاره كده طبعا من الضغط وكده والجزر والليمون والحاجات دي، بينزلوا عصاره كده تحت، بس معرفش اصورها لكم. هنجيب بقى الميه بتاعتي اللي انا غلياها ومبرداها، بارده خالص زي ميه الحنفيه، بس طبعا هي مغليه قبل كده. هنحط الليمون عليها، كوباية كبيرة على كوباية الليمون، يعني نص مقدار المية ليمون. حط معلقتين تاني ملح كبار. انا حطيت تاني، انا كده حطيت معلقة ونص، انا كملت بعدها يعني. ما تخافيش من الملح، اللي هو هيحفظ الزيتون طبعا، مش هيخليه يبوظ. لو لقيت الزيتون بعد ما فتحتيه، لو عايزة مية هتزودي طبعا زي ما زودت كده، مية مغلية، مية مغلية ومبردة. لو لقيت الزيتون بتاعك مملح قوي،
بعد شهر بعد شهر ونص كده عايزة تفتحي عليه ولقيتيه مملح، فضي المية بتاعته أو فضي جزء منها حسب الحدوقية اللي موجودة، يعني عايزة تخففيها قد ايه. يا تكب المية كلها تصفيها، تميلي البرطمان كده تصفيها، يا إما تصفي نصها وتغلي برضو مية زي دي كده وتبرديها، وبعدين تروحي ايه مزوداه تاني وتغطيه برضو شوية، هتلاقي المية اللي انت حطيتيها امتصت الملح. وفي كمان طريقة تانية، بتجيبي برطمان صغير وتحطي فيه كمية من الزيتون بعد ما تملح، تحطي فيه زيت وتمليه بالزيت بس، هتلاقي الزيت بيمتص الملوحة بتاعة الزيتون وبيوديه في حتة تانية خالص، بيبقى طعمه خطير حتى لو مش مملح، بيبقى جميل قوي. انا زودت المية اهي وعملت طبقة من قشر الليمون من فوق، وهنحط كمان شوية زيت. الزيت ده بيبقى عازل عشان يبقى طبقة حافظة يعني للبرطمان او للمخلل، يعني عشان لما اجي اسحب طبعا الجزء اللي فوق دوت هيبقى لونه اتغير وممكن يكون عفن كمان، فانا بنروح شايلاه كل ده وواخده من تحت اهو. البرطمانين دول الاولانيين دول الكبار عامله فيهم الزيتون الاخضر، والتاني ده عملت فيه الزيتون الاسمر. الزيتون الاسمر دوت انا زودت الملح بحيث ان هو كمان اسبوعين كده ان شاء الله هنبقى نشوفه كده، هنفتح عليه وبعدين لو لقيته عايز يعني لقيته لسه مر اكب المية واحط غيرها عشان يمتص المرارة اللي فيه، اغير المية كل اسبوعين كده لغاية ما يتاكل على طول بإذن الله. اما التاني ده ممكن يقعد معاكي الى ما شاء الله، يعني تقعديه شهرين 3 4 براحتك. يا رب يكون الوصفة عجبتكم وبسيطة، واللي عنده سؤال يعني بيكتب لي، وشكرا على اللي هم بيشجعوني، ألف شكر ليهم، الناس الجميلة اللي هي بتشجعني دايما. السلام عليكم.